في عالم مليان وحوش ضخمة بتهجم على المدن. البطل بتاعنا هينو بيبقى شغال في شركة تنظيف بعد ما الوحوش بتتهزم. هينو كان نفسه طول عمره يبقى جندي في فرقة الدفاع، بس الحياة خذلته. لكن فجأة بيحصل له حاجة غريبة ويتحول هو نفسه الكايجو، بيبقى الكايجو رقم 8 وبيبدأ يعيش بين نارين، يخبي سره ويحارب الكايجو اللي بيهددوا البشرية. ومع الوقت بنشوف تطوره وصراعاته وازاي بيحاول يثبت نفسه وسط نظام بيطارد الكايجو وهو بقى واحد منهم. دي كل الحكايه اللي حصلت معانا في الفيديو الاول، لو ما شفتوش هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. ويلا بينا نبدا. في الناحيه التانيه بقى شو بدات هجوم على الكايجو المنتشر في المدينه، بحيث انها دمرت كل وحش لقيته قدامها بقوه غير محدوده. فضلت تتقدم بسرعه لحد ما وصلت لاخر وحش في المكان، ضربته ضربه قاتله بسلاحها وقدرت تنهي كل الوحوش اللي في المكان، وبقت صاحبه اعلى تقييم بين كل المتقدمين. بعد كده اعلنوا نهايه الاختبار، والظابط اللي كان في الطائره بدون طيار اصدر امر باخلاء المكان، ففرح الكل اخيرا. وشينيا خلاص كانت عايزه تمشي وتسيب المكان، لكنها اتفاجئت بوحش هاجمها من وراها وجرحها في ظهرها، وقعدت على الارض وهي بتنزل، اللي كانت مصدومه من اللي بيحصل. فركزت طاقه البدله على الجرح عشان تشفيه وترجع قوتها. بعد كده قامت تاني. الوحش ساعتها لاحظ قدرتها على المقاومه واتصدم وقال لسه قادره تقفي، ما تخافيش نهايتك قربت. وكمان قال لها انه شاف كل الكايجو اللي هي جرحتهم، وفي دقايق هيرجعوا كلهم يدمروا المكان. في نفس الوقت بدله شيا ارسلت اشاره بتدهور صحتها، وده دلاله على رجوع الكايجو، فحسوا بجديه الموقف واصدروا صوت باخلاء المكان في العالم. في نفس الوقت الوحش الكايجو ده كان بيهاجم شامية بعنف، بينما هي كانت بتحاول ترجع قوتها وتعالج اصابتها عشان تقوم من تاني. لكن فجأة الوحش اختفى وظهر من وراها عشان يضربها ضربة قوية بترميها ناحية الجدار، بس هي ما استسلمتش وجريت تاني تهاجم الوحش. لكن للاسف الوحش ضربها ضربة مدمرة، وقع سلاحها وحست خلاص ان دي نهايتها، والوحش قرب منها عشان يضربها الضربة الاخيرة. وبينما هو كان بيجمع كل طاقته عشان ينهي عليها، في لحظة وبدون تحذير هينو ظهر قدامها وقال لها ما تخافيش، انا هنا ومش هسيب حد يضرك. ساعتها الوحش جري ناحية شينو، لكن هينو صد هجومه وده صدم الوحش. هينو بدأ يجمع طاقة هائلة حواليه لحد ما المكان كله ترج وشرار الكهرباء لف حواليه. وساعتها الوحش حضر لهجومه الأخير، لكن هينو قدر يدمره تماما بضربة قوية. فهينو على طول توجه ناحية شينو وقال لها طالما أنا موجود مش هسيب حد يمسكك أو يأذيكي. وساعتها شينو بقت مصدومة مش قادرة تتكلم وغابت عن الوعي من الإرهاق الشديد. فرينو خدهم هما الاتنين ونقلهم على المستشفى، وساعتها مينا جات له وقالت له اعرف انك نجحت وشكرا على كده. بعد كده مشيت وسابت. نفس الوقت شينو صحت والكابتن جه عشان يسألها عن اللي حصل، ففكرت في الكلام اللي هينو قالها لها بعد ما نجاها، لكن ما قالتش الحقيقه وقالت له ان هي اللي قتلت الوحش. في نفس الوقت الوحش اللي ظهر في منطقه الاختبار كان بيسمع الاخبار وبيعرف كام واحد تم استبعاده، لكن الصدمه كانت ان عدد الضحايا كانوا 0، والوحش اتصدم وعرف ان في حد لحق الموضوع. بعد كده غير هدومه وشكله ورد على اصحابه، وعرفنا ان هو كده عنده قوه زي قوه هينو بالظبط. بعد ايام هينو خرج من المستشفى وكان متعصب جدا، وقال لرينو ان هو ما قتلش اي وحش ومش عارف احسبوا لي درجات ازاي، وخد الظرف منه عشان يشوف النتيجه. لكن لما شاف النتيجه اتصدم. وبعد ايام عقدوا مراسم القبول وحضر كل اللي نجحوا عشان يستلموا المهام ويتقسموا في الفرقه الثالثه بقياده شاميه. وساعتها مينا خرجت ومدحتها على انجازها، لكنها كانت حزينه وقالت في نفسها انها ما تستاهلش النجاح ده، لان هينو اللي نجاها وهو ما كانش موجود. هينو وصل متاخر ودخل المكان مش عارف ايه اللي حصل، اترفض ولا ايه بالظبط. لكن اتضح ان في التصويت على الاعضاء هينو كان بطل في الاختبار، لكن الكابتن قام وقال ان عنده اراده كبيره وقوه اراده قويه جدا. وفعلا هو ما قتلش الوحوش، لكن ساعد زمايله كلهم، وعشان كده سالهم يقبلوا بيه كعضو بديل في الفريق لحد ما يثبت جدارته. وفعلا الجميع وافقوا وهينو انضم فعلا للفريق. وفي نفس اللحظه هينو كان فرحان جدا وحس انه اخيرا بيقرب من تحقيق حلم، ما قدرش يسيطر على نفسه. بعد كده الجميع راحوا لمنطقه التدريب تاني وكملوا يطوروا قدراتهم، ورينو كان الاسرع بينهم وظهر تفوقه الوضع. بعد كده هينو ورينو جلسوا مع شاميه في مطعم عشان يشرحوا لها الوضع، وهينو قال لها انه كان بيفكر يبلغ قاده الفرقه عن حالته عشان يلاقوا حل. لكن شاميه ردت بجديه ايه اللي هتقوله، لو عرفوا انك كاجو هيدمروك فورا، ولو ما عملوش كده هيحولوا جسمك لسلاح عشان يقاتلوا الوحوش بيه. فهينو قال لها خلاص لو مفيش حل هخفي قوته كلها ومش هقول لحد ولا هضر حد في حياتي. فردت عليه وقالت له ان انا هخفي سرك، لكن لو شفتك في يوم من الايام بتضر الناس مش هتردد ان انا اخلص عليك. وساعتها هينو ابتسم وقال لها اتفقنا. الايام عدت والفريق كمل تدريب بدني عادي، وهينو بذل مجهود عشان يتجاوز الجميع، وبقى كل ليله بيدرس وبيتدرب من غير ما يرتاح. لكن الكابتن لاحظه وقال له نام مبكرا يا هينو، جسمك محتاج انه يرتاح. لكن هينو رد عليه انا الاضعف بينهم، لو ما عملتش اكتر منهم هكون اول واحد يتطرد. فتاثر الكابتن بكلامه، وقبل ما يمشي قال له ما تتعلقش بحد هنا، لان اي حد موجود معاك النهارده ممكن ما يبقاش موجود معاك بكره. وقبل ما هينو يرد عليه صوت الانذار ضرب والوحش بدا يهاجم. وساعتها الكل اتجمعوا عشان يحموا المدنيين، وفرق الدفاع نظمت الاخلاء وامنت المكان. قائد الفريق شرحت لهم ان الوحش كبير ظهر من تحت الارض، وحددت موقعه وازاي بينتشر، وادتهم تعليمات وقالت لهم انا هنقضي على الوحش الكبير ده من فوق، اما انتم تخلصوا من الوحوش الصغيره اللي بتنتشر حواليه. بعد كده الكل
الكل بدأوا يركبوا السيارات المدرعة وينتقلوا لمواقعهم حسب الخطة، والكابتن هوسن كان بيلاحظ ويحلل كل حاجة حواليه بعناية. في نفس الوقت الوحوش بدأت تطلع من الوحش الكبير وتنتشر بسرعة، وكان لازم يتدخلوا بسرعة. في نفس الوقت القوات العسكرية أكدت نجاح إخلاء المواطنين، وده خفف الضغط شوية. الوحش فعلا بدأ يتحرك في الاتجاه اللي هم عايزينه، بينما الوحوش الصغيرة كانت بتنتشر حوالين المكان، وشامي كانت بتعمل كل حاجة بكفاءة كبيرة عشان تخلص كل وحش صغير بيطلع قدامها. وعلى صعيد آخر هينو كان واقف متردد، وجات له فكرة إنه لازم يفحص الوحوش دي ويكتشف نقاط ضعفها عشان يقدر يساعد الفريق. وفعلا هينو بدأ يفحص الكايجو بعناية، ولقى إن الوحوش الصغيرة دي عندها أعضاء تقصر يسمح لهم ينتشروا أكتر. وعلى طول بلغ القائد بالمعلومة وقال له لو عايزين نتأكد إن الوحوش دي ما انتشروش تاني لازم نركز على تدمير الأعضاء دي. فعلى طول القائد أكد على المعلومة وبلغ باقي الفريق يحذروا ويركزوا على تدمير الأعضاء دي عشان يتأكدوا من إنهاء الوحوش تماما. في نفس الوقت كانوا بيقصفوا الوحش، ورينو كان بيقاتل بكل طاقته عشان يظهر براعته في مواجهة الوحوش واستخدام كل قدراته، والفريق كان وراه بيحاول يواكبه ولكنه كان متقدم عليهم بمراحل. في نفس الوقت ده مينا وصلت موقعها وشحنت المدفع ووقفت أطلقت الإشارة، وهي بتفتكر وعد هينو لها لما قال لها إن هو هيبقى ضابط دفاع، وبدأت تزيد في طاقتها لحد ما وصلت 96. وعلى طول توجهت بضربة مباشرة ناحية الوحش ودمرت جزء منه وكشفت نقطة ضعف. ساعتها الفريق بلغها بنقطة ضعف الوحش لكنها ما وقفتش وشحنت المدفع تاني واتجهت بضربة نهائية انهت الوحش تماما. الكل كانوا بيشوفوا الكلام ده مش مصدقين ان القوة الرهيبة دي، والكابتن كان واقف جنبهم وقال تمام لازم تندهشوا لما تشوفوا القوة دي، لكن انت ممكن توصل للدرجة دي يا هينو؟ فهينو على طول رد عليه وقال له مستحيل، لكن الكابتن ضحك وقال ان مينا بتتميز في المسافات الطويلة وهي بالتأكيد الأقوى. وفي نفس الوقت ده ظهر وحش صغير والكابتن خلص عليه بركلة سريعة وكمل كلامه وقال له انت بتتميز في المسافات القريبة. لكن الوحوش الصغيرة بدأت تطلع من الوحش الرئيسي وتتجه ناحية المدينة. في نفس الوقت ده رينو كان بينتقل مع واحد من زمايله، وظهر شخص غامض وقالوا له ابعد من هنا المكان خطير، لكن الراجل ده وقف وبص لهم باستغراب، وبعد كده طلع صباعه وطلع حاجة غريبة ووقع صديق رينو على الأرض. بعد كده اتحول لوحش ورينو وقف مندهش مش قادر يفهم ايه اللي بيحصل حواليه. فعلى طول رينو حاول يتواصل مع قائد الفرقة عشان يبلغهم بايه اللي بيحصل، لكن ما حصلش على اي رد. بعد كده الوحش ظهر وقال ما تتعبش نفسك، المنطقة محاطة بحاجز مش هيسمع حد صوتك ولا حد هيقدر يتواصل معاه. لكن رينو اصر ان هو لازم ينقذ صديقه هارو وقال له لازم نجري بسرعة، وحاول يطلب المساعدة لكن الوحش ما ترك لهمش فرصة وهاجمهم هجوم جديد. من الصدمة رينو هرب من الهجوم لكن الوحش ما وقفش هجومه وهاجم تاني مستهدف هارو، فزعق فيه رينو على طول وقال له لازم تجري دلوقتي، الوقت مش معانا. هارو على الرغم من تردده فهم ان بقى عيب على صديقه، وفي اللحظة دي رينو افتكر صاحبه هينو اللي ضحى بنفسه عشان ينقذه بنفس الطريقة قبل كده، وقال له ما تستسلمش، ولبس قناع وقال له انا هدمر الوحش المرة دي. وفعلا جري بكل قوته ناحية الوحش ومش فاهم ان طاقة خصمه كبيرة والوحش كان بيسيطر على كل هجماته بسهولة. فعلا وجه ضربة كانت هتأذي رينو لكن هارو رجع بسرعة عشان ينقذه وقال له مش هسيبك تضحي بحياتك لوحدك، دخلنا الفخ ده سوا وهنطلع منه سوا. وفعلا الاتنين اتحمسوا وبدأوا يهاجموا الوحش بشراسة المرة دي، وهويسين لاحظ ان اشارة رينو وهارو ما بقتش موجودة وبدأ يشك ان في حاجة غلط. وساعتها هينو هو كمان حس بالخطر وقرر ان هو يجري عشان ينقذ صديقه. في نفس الوقت ده بنشوف رينو وهارو وهم بيتحدوا مع بعض عشان يواجهوا الوحش ده، واحد بيستخدم الكهرباء عشان يمسك الوحش والتاني بيتقدم عشان يهاجمه. وساعتها الوحش حاول يهاجم هارو عشان يتخلص منه بسرعة لكن رينو تدخل في اللحظة الحاسمة وحماه. رينو جمع كل طاقته في سلاح وضرب الوحش بضربات متتالية من غير ما يقف لحد ما الدخان غطى المكان كله، لكنهم اتصدموا ان الوحش ما اتأذاش لانه بنى حاجز قوي من الكايجو لنفسه. بس فجأة الوحش هجم على رينو من ظهره وضربه ضربات قوية كسرت جسمه، وهارو هو كمان حاول يتدخل وينقذه لكن ما قدرش يعمل اي حاجة. وعلى طول الوحش اتجه لرينو وبدأ يعذبه بلا رحمة، وهارو كان بيعيط على صديقه ومستني معجزة تحصل. وفي اللحظة اللي الوحش رفعه بايده عشان يضربه فجأة ظهر هينو من وراه وضربه ضربة قوية رمت الوحش بعيد. وساعتها الوحش ما فهمش ايه اللي بيحصل، وهارو وقف مصدوم من اللي شافه، ورينو ما صدقش عينيه. لما شاف هينو قال له انا اسف ما قدرتش اكون اقوى واجبرتك تتحول عشان تنقذني. لكن ساعتها هينو رد عليه وقال له ما تخافش يا صديقي انا هحميك من الوحش ده. وفعلا هينو شال صديقه وحطه بعيد عن ساحة المعركة، وبعد كده اتجه عشان يواجه الوحش. هاجمه فعلا بضربات قوية لكن الوحش سابه يضربه عشان يحس بآلام صديقه. بعد كده الوحش هاجم بضربات تانية لكن هينو دافع عن نفسه بمهارة. بعد كده هاجم عليه بسرعة البرق وهجموا من كل الاتجاهات والوحش ما قدرش انه يرد عليه. حاول يبني جدار من الكايجو لكن هينو كسره وكمل الهجوم، والوحش ما قدرش يتجنب كل هجمات هينو السريعه. وفي لحظه حاسمه هينو ضرب ضربه قويه رمت الوحش على الارض. الضربه رمت الوحش مسافه طويله وخلته مش قادر يتحرك وكشفت نقطه ضعفه.
هينو كان عايز يضربه الضربة النهائية، لكن وصول الجنود شتت انتباهه وبدأوا يبلغوا القائد بموقعهم. في نفس الوقت على طول الوحش استغل الموقف ده وشاف نفسه وهرب، وقال لهينو قبل ما يهرب: دلوقتي انا عرفت ازاي اتعامل معاك. بعد كده هجم على البشر وهينو جري عشان يحميهم، ونجح فعلا انه يوقف هجومه، لكن الكايجو استخدم قدراته وهرب. بعد كده هينو ضرب الارض وحاول يهرب بسرعة ورجع لشكله البشري قبل ما حد يلاحظ غيابه، لكنه في اللحظة دي حس بوجود حد وراه ولقى الكابتن هوسن وراه. بدأ يستخدم كل قوته وهاجم هينو بسرعة مجنونة. هينو كان بيحاول بكل الطرق يهرب من هوسن اللي ما رحمش وكمل هجومه، وعلى الرغم من اصاباته هينو كان بيحاول يدافع عن نفسه من غير ما يضر القائد، لكن هوسن ما وقفش وكمل ضرب وخلى هينو بيعاني وحتى جسمه بدأ يتدمر. والكابتن هوسن ما وقفش في مكانه، جمع كل قوته وهاجم بضربه قويه كسرت رجل ودراع هينو. هينو ما كانش قادر يستحمل الالم، لكنه اتفاجئ بضربه مباشره ناحيه نقطه ضعفه. لكن الصدمه هنا كانت ان هينو خطط لكل ده، بدل ما يستقبل الضربه ركز كل قوته وقبض على سلاحه وخد الضربه ناحيه تانية. هينو على طول استغل الفرصه وجري وهرب من المكان، وهوسن وقف متردد مش عارف ايه اللي بيحصل وازاي الوحش ما هجمش عليه. وساعتها فهم ان في حاجه غريبه بتحصل. بعد كده اتصل بمينا وبلغها ان الكايجو رقم 8 هرب. في نفس الوقت ده لقوا خبر من واحد من الفرق، وكان في صدمة كبيرة لما عرفوا ان الوحش هاجم على رينو وهارو. كان بيتقمص شكل بشري في الاول وبعد كده اتحول لوحش مرعب. بعد شوية هينو رجع لكنه كان تعبان جدا من القتال وراح لرينو في المستشفى. رينو ساعتها كان بيصحى ولما شافه شكروا انه انقذه. بعد كام يوم رينو وهارو خرجوا من المستشفى والكل عملوا لهم احتفال بمناسبة سلامتهم وخروجهم من المستشفى. واثناء الاحتفال ده القائد هوسن قام وقال: هينو بقى رسميا ضابط في قوات الدفاع. وساعتها الكل اتصدموا بالقرار ده وهينو كان مندهش، لكن الكل استقبل الموضوع بالترحاب. بعد كده مينا ادت له البدله الرسميه وادت له الرساله اللي بتثبت انه اترقى. وهو ماشي مينا قالت له: الكابتن هوسن خلي بالك اللي طلب ترقيتك، وهو قال لها: هرفع من مستوايا عشان ما اخذلوش. بالليل هينو كان بيذاكر وقبل ما ينام شاف نور بيطلع من غرفة قريبة منه. قال في نفسه: يا ترى مين اللي صاحي لحد دلوقتي؟ دخل الأوضة واتفاجئ لما لقى هوسن بيتدرب بجدية وواضح إن قوته بقت مرعبة. وساعتها هينو حس بالصدمة. السيرجن هوسن نظر له وقال له: بتفتكر مواجهتي الأخيرة مع الكايجو المرة اللي فاتت هرب، لكن لو ظهر تاني أنا هخلص عليه. بعد كده بنشوف في السماء إن ظهرت مجموعة كبيرة جدا من وحوش الكايجو، وزعيمهم كان وحش أحمر كبير بيتجه للمدينة وبيخطط للدمار. وبنشوف في نفس الوقت القائد هوسن اللي كان قاعد مشغول بتحقيق في ملفات الكايجو رقم 8 وحس إن في حاجة خطيرة هتحصل. في نفس اللحظة دي هينو كان واقف في البلكونة شارد في أفكاره، لكن فجأة سمعوا صوت انفجارات حصلت والهجوم بدأ على القاعدة. الضربات انتشرت من كل مكان والكل وقعوا في حالة ذعر. وفي نفس الوقت مينا ما كانتش موجودة في القاعدة، وكمان أغلبية الجنود كانوا غايبين، وهوسن كان بيحاول يلم الموضوع. في نفس الوقت هينو كان بيشوف الوضع ومصدوم وعايز يعرف ازاي المجموعة الكبيرة دي جت هنا، وفهم بسرعة ان في كيان بيسيطر عليهم. هينو اتصل بهوسن وقال له: خلي بالك الوحوش دي مش عشوائية وفي كيان كبير بيسيطر عليهم. وهو بيتكلم الوحش ظهر فجأة قدام الكابتن وقال له: مين الأقوى هنا؟ الكابتن اتصدم ان الوحش بيتكلم. الوحش فهم بسرعة ان هوسن هو الأقوى بينهم وبدأ فعلا يهاجمه بسرعة مذهلة. الوحش هاجم تاني لكن الكابتن بمهارته العالية قدر انه يهرب. في نفس اللحظة الوحش بدأ يصرخ والوحوش التانية حواليه بدأوا يصرخوا زيه، وصراخهم بقى بطريقة مخيفة، ومن الواضح انه أصدر أوامر جديدة ليهم. وساعتها هوسن كان بيحاول يفهم الوضع الغريب ده، لكن الوحش ما خلوش يفكر ونط ناحيته بسرعة هائلة. فهوسن على طول فهم ان الموضوع بجد وخد سلاحه وبدأ يقاتل الوحش. وفي نفس الوقت بنشوف جنود فرق الدفاع بدأوا يقصفوا الوحوش دي من كل اتجاه، لكن ضرباتهم ما كانش ليها اي لازمة. بعد كده بنروح لهينو اللي قرر انه يتصل بالكل ويقول لهم على المعلومة الحاسمة. قال لهم ان نقطة ضعف الوحوش دي في ظهرهم، لازم تهاجموا من وراهم عشان يبقى في تأثير. وفعلا ساعتها الكل سمع كلام هينو وقعدوا يلفوا حوالين الوحوش عشان يضربوهم ضربات دقيقة من ظهرهم. لكن فجأة ظهر وحش تاني من الجدار وحاول يتدخل عشان يحمي باقي الوحوش، وللأسف المحاولة فشلت لأن الوحوش بينظموا نفسهم كتير وبيحموا بعض. في نفس اللحظة دي شامية وصلت ساحة المعركة جايبة سلاحها الجديد، وبحركات حاسمة بدأت تواجه الوحوش مباشرة وتهاجمهم من قدام. وقالت: لو الضربات من ورا ما تنفعش فأنا هضرب من قدام عشان أخلص عليهم. شامية استخدمت السلاح الجديد ده بكل احترافية وقدرت إنها تشيل الوحش وتهلكه بسهولة. وفي نفس الوقت ده رينو نجح إنه يستخدم رصاص جليدي عشان يجمد الوحوش، وهوسن كان لسه مشغول بمواجهة الوحش الكبير عشان يحاول يبعده عن بقية الجنود بتاعته. ساعتها الكابتن أمر بسرعة يفتحوا الأبواب، لكن الوحش قدر يكسر الباب.
وكان بيستعد لهجوم قوي، لكن الصدمة انه قبل ما يهاجم دراعه اتقطعت وشامية هي اللي عملت كده. في نفس الوقت ده كان في بنت بتواجه وحش تاني، الوحش كان هيهاجم عليها لكن هينو شافها وجري بسرعة عشان ينقذها واستخدم قدراته وزاد سرعته عشان يخلي باله منها في اللحظة الأخيرة. البنت كانت في حالة صدمة بسبب سرعته، وفي نفس اللحظة الوحش كان هيقتلها لكن شامية اتدخلت وحاولت وقتلت الوحش. رينو كمان وصل وبدأ يدمر الوحوش حواليهم، والفرق التانية اللي كانت بره المنطقة رجعت وضغطت على الوحوش من كل الاتجاهات. في نفس الوقت هوسن كان بيواجه الوحش بشراسة وقال له ده خطأ كبير انك تهاجم فريقنا ودلوقتي هتدفع الثمن. لكن الوحش ما سمعش الكلام هوسن وبدأ يهاجم من كل الاتجاهات، وساعتها الكابتن زود الضرر في جسمه وفي دراعه وبعد كده في رجله. على الرغم من كده الوحش كان بيبني في نفسه وبيقدر ان هو يشفيها، ورجع يهاجم الكابتن من تاني والكابتن ظهر عليه التعب لكن قدر ان هو يضربه تاني وكشف نقطة ضعفه. بعد كده ضربه والجميع حس ان المعركة انتهت، لكن الصدمة ان الوحش ما انهزمش لكن قوته زادت. فهينو حس بقوة الوحش وجسمه بدأ ينمو، بعد كده بدأ يطلع بخار ويغطي المنطقة. الوحش حاول هوسن يهجم عليه من كل الاتجاهات لكن محاولاته فشلت والوحش كان أقوى. الكل كان بيتفرج من بعيد لكن هينو كمل محاولاته على الرغم انه عارف عواقب أفعاله. بدلة هينو بدأت تفقد قوتها والحرارة زادت فيها. بعد كده الوحش بعت وحوش صغيرة تنفجر قدامه وده قلل من قوته أكتر. في نفس اللحظة دي هوسن قرر انه لازم يكمل القتال فأمن تاني وحاول يهاجم من فوق، لكن الوحش كان متوقع كده ورد على الهجوم بشراسة وسبب ضرر كبير في جسم الكابتن. لكن هوسن صحي من الضربة وافتكر كلام لما رفضوه في الأول وقالوا له انه ما ينفعش يكون ضابط لأنه بيستخدم السيوف بدل البنادق، وافتكر كمان كلام مينا اللي كانت الوحيدة اللي مصدقه وقالت له انه في يوم من الأيام هيبقى كابتن في فرقتها. لكن ساعتها الوحش قدر يمسكه وضغط على جسمه بقوة وسبب له ألم كبير. هينو كان واقف بيشوف المشهد ده وما قدرش يتحمل يشوف اللي بيحصل للكابتن، وقرر ان هو لازم يتدخل مهما كانت العواقب. على الرغم ان رينو حاول يوقفه وقال له لو اتحولت دلوقتي الكل هيكتشف طبيعتك الحقيقية، لكن هينو كان مصمم وهو بيستعد يتحول. فجأة في نفس اللحظة مينا وصلت وكانت جاهزة تضرب الوحش، وساعتها هينو بص للوحش وقال له خلاص كده الموضوع انتهى. ومينا جمعت قوتها واطلقت الضربة التانية وضربت الوحش بقوة ورمت دراعه التانية بعيد. في نفس اللحظة حددوا نقطة ضعف الوحش لكن كان لازم يمسكوه في مكانه عشان يضربوه. الكابتن وشامية هاجموا رجله الوحش ووقعوا قدامهم، لكن الكابتن كمل هجومه كان عايز يمسك الوحش من مكانه لكن الطاقة بتاعته نفذت والوحش كان هيقتله. لكن لحسن الحظ مينا شحنت مدفعها، بعد كده اطلقت الشحنة وانقذت الكابتن. وساعتها الضربة بينت نقطة ضعف الوحش بوضوح وحددوا مكانه بدقة، وبعد كده اطلقوا الضربة والوحش انهزم اخيرا. الكل حس بفرحة كبيرة بعد النصر ده، لكن فجأة لاحظوا ان الوحوش الباقية بدأت تتجمع حواليهم بطريقة غريبة وصنعت دايرة كبيرة زي القنبلة. واتضح في الحقيقة ان الكايجو خطط لكل ده قبل ما يهزموه. كمية الطاقة الناتجة عن الانفجار الغير متوقع ظهرت وواضح ان محدش هينجو. الكل حس باليأس، لكن هل الامور هتنتهي كده؟ هينو ساعتها قرر انه مش هيستسلم وجمع كل شجاعته واتجه للقنبلة. وساعتها الكابتن قال له ارجع، سامع؟ الجميع اتصدموا بسرعته وسرعته كانت زي البرق. هينو بدأ يجمع كل طاقته واستخدم مضخات في رجليه عشان يجري ناحية القنبلة ويضربها بكل قوته، وفعلا رماها لفوق لكن بعد كده انهارت ووقعت على الارض. الانفجار حصل فعلا وكان هائل والجميع حاولوا يتجنبوا التأثير، لكن هينو فضل صامت واستخدم درعه عشان يحميهم، وعلى الرغم من كل حاجة حمى فريقه بكل قوته. بعد ما انقذهم الصدمة ان القائد مينا رفعت البندقية ناحيته وقالت له انت تحت الاعتقال، وبصلها بحزن وارهاق وما حاولش يقاوم وفعلا اعتقلوه نقلوه على السجن. بعد كده الزعماء كلهم في فرق الدفاع اتجمعوا عشان يناقشوا مصير هينو والطريقة اللي هيتحاكم بيها. القائد شوما قرر يشرف على الموضوع بنفسه وامر انهم ينقلوه لقاعدة بحرية. بنشوف هينو اللي كان محبوس في غرفة مظلمة ووضعه كان مزري، وفجأة مينا دخلت مع هوسن وبعض الجنود وهينو حاول يتكلم لكن هوسن قطعه بجدية وقال له ما تتكلمش كلمة واحدة. وفعلا خرجوا من الأوضة وبقية أعضاء الفرقة التالتة وقفوا بره ووجوههم مليانة حزن. هينو اللي كان مكتئب ما قدرش يبص لصديقه رينو ولا يتكلم معاه وركب العربية اللي هتنقله على طول، بس رينو ما كانش قادر يخفي مشاعره ونزل من الصف وقال أنا متأكد إنك هترجع يا هينو، أنا في انتظارك يا صديقي. وهينو ساعتها اتأثر جامد بالكلام ده، ومينا من ناحيتها قفلت باب العربية وقالت له ما تقلقش مفيش كاميرات هنا ولا حد هيشوفك. انا عايز اقول لك على حاجه، لما شفتك جريت ناحيه الانفجار بسرعه حسيت بالصدمه،
لكن برضو لما لقيتك اتحولت لكايجو قلت ما تخافيش، بس مفيش حد في الفرقه الثالثه بيكرهك، على العكس من كده هنجمع كل الادله عشان نثبت براءتك. وساعتها هينو اتاثر بكلامها جامد وقال لها لسه فاكره وعد يا مينا؟ هي جاوبته بابتسامه خفيفه بالطبع انا لسه فاكره كلامك. في نفس اللحظه هينو ما قدرش يمسك دموعه، وبعد كده وصل للقاعده البحريه والابواب اتقفلت عليه. بعدين بنشوف كل اعضاء الفرقه الثالثه كانوا قاعدين في حاله حزن ومش عارفين ازاي يتعاملوا مع الوضع الجديد ده. وساعتها واحد قال مستحيل هينو يضر حد فينا، والتانيين اكدوا نفس الفكره. وعلى طول مينا قررت تؤمر بجمع كل المعلومات اللي تتعلق بهينو عشان تعرضها على زعماء الفرق الخمسه. ومن ناحيتها شامية هي كمان راحت لابوها وقالت له محتاجة اكلمك يا بابا، هينو نجانا وحماني من الوحش، انا متأكدة انه لسه بشر ولو سمحت اديله فرصة تانية. وساعتها ابوها طلع لها اشعة سينية وقال لها بجدية القلب اللي جواه مش بشري، ودي نواة وحش ما هوش بشري بعد كده ولازم نتخلص منه. وساعتها شامية مشيت من المكتب حزينة. وفي نفس اللحظة بنروح عند هينو اللي كان قاعد بيفكر وبيفتكر كلام مينا ان هي قالت له انها تثبت لهم انك لسه بشر. وفجأة القائد ظهر مع مجموعة وهم ماسكين كيسين كبار ونظراته كانت حادة وبتحمل تهديد. هينو قال لهم انا والله بشر، لكن القائد ما سابلوش فرصة وامر ان هم يفكوا قيوده. لكن ساعتها المساعد اعترض وقال له ان ده ممكن يكون خطير، لكن القائد بصله بنظرة حادة وخلاه ينفذ الاوامر من غير تردد. هينو ساعتها لقى نفسه قدام بندقية موجهة ناحيته، وعلى طول حول ايده بسرعة وحمى نفسه من الرصاص. فعلى طول القائد بصله بجديه وقال له ما تكررش تاني انك بشر، مفيش بشر قادر انه يحمي نفسه من الرصاص بايده. وقال له اظهر نفسك الحقيقيه دلوقتي لان انا مش هقف لحد هنا. قبل ما يفهم الوضع القائد امر اللي معاه يستعدوا ببدلاتهم القتاليه عشان يهجموا عليه. وساعتها هينو حاول ياخد وضعيه دفاعيه، لكن فجاه تلقى ضربه قويه كسرت دراعه ورميته بعيد في الهواء، وما ادولوش فرصه يفهم اللي حصل له. وبعد كده خد ضربه تانيه في صدره سببت له ضرر كبير. وساعتها كان بيحاول يمسك نفسه وينجو بحياته، لكن مدير الفرقه كان بيطارده بسرعه مرعبه من كل الاتجاهات. وساعتها هينو حاول يتجنب الضربات لكنه فشل، والقائد عمل زي الوحش وقوته كانت غير طبيعيه. وساعتها هينو قال في نفسه ازاي عنده قوه كده، هو بشر ولا كايجو ولا ده ايه؟ عشان بعد كده الراجل يقول لشوما السلاح اللي ابوك استخدمه مش عادي، ده كان مصنوع من كايجو، وان الكايجو ده كان في الماضي كان قوة ما نقدرش نتحكم فيها، دمر مدن كاملة واسقط طائرات لحد ما انهزم بعد معركة شرسة، والعلماء استخدموا الكايجو ده عشان يصنعوا سلاح قاتل. بعدين القائد هجم على هينو بسرعة لا تصدق وجرح ذراعه، قبل ما يرد عليه الضربة ضربه بضربة عنيفة في رجليه، لكن وهو بيستعد يضرب الضربة النهائية حاجة غير متوقعة حصلت. هينو تحول لكايجو كامل وصرخ صرخة مرعبة خاف منها كل اللي موجودين في المكان. شامية اللي كانت بتشوف كل ده ما صدقتش اللي بيحصل، والقائد تراجع خطوة لورا وفهم ان الوضع اتغير. ساعتها الكايجو سيطر على هينو وهاجم القائد بضربة عنيفة جعلته يتراجع، بس القائد هاجم وضرب الضربة النهائية وحس انه اتخلص منه، لكن الكايجو اتجدد وكايجو تاني ظهر وراه وهاجمه بكل قوته. وساعتها القائد زاد من سرعة هجماته وتجنب هجمات هينو. في نفس اللحظة الوحش غير شكله وتحول للون الاحمر وقوته زادت من تاني، لكن القائد استخدم الدرع فورا عشان يحمي نفسه من الهجوم. وعلى طول شامية استخدمت قدرة خاصة عشان تحاول تهزمه، لكن الكايجو متأثرش بأي حاجة وضرب ضربة قوية رمت القائد بسرعة ومسكه ورماه على الجدار، وبعد كده بدأ يضربه من كل الاتجاهات بلا رحمة. وساعتها شامية صرخت بصوت عالي عشان تخرج هينو من سيطرة الوحش، لكن هينو كان لسه عالق في صراع داخلي بيحاول يفك نفسه من قبضة الوحش ويرجع يسيطر على جسمه، لكنه منجحش في كده، وقال جوه نفسه مقدرش اقتل ابوها قدام عينيها ولازم الاقي طريقة اهرب من الوضع ده. لكن الكايجو بلعه ووقع في بركة ماء عميقة وغاب عن الوعي تدريجيا. وفي نفس اللحظة افتكر جوعد مينا وده خلاه يحاول يرجع يسيطر من تاني. وبينما الكايجو كان بيوجه ضربته النهائية بطريقة غير متوقعة، هينو سيطر على جسمه ووقف الهجوم بنفسه، لكن عشان يوقف الهجوم ده هاجم نفسه وده سبب له اصابات خطيره، وقال للقائد قلتلك انا مش كايجو انا اسمي هينو. لكن بعد كده غاب عن الوعي ووقع على الارض، وفي نفس اللحظه رجع لشكله الطبيعي، والجنود ظهروا جاهزين انهم يخلصوا عليه، لكن شامية وقفتهم وامرت انها لو كانت عايزه تخلص عليه كانت خلصت عليه من اول المعركه، وامرتهم انهم ياخدوه للغرفه العلاجيه فورا. بعد ايام القائد عقد اجتماع مع زعماء القوات والمشرفين عشان يعلن قراره الجديد ان هينو هيبقى رسميا جزء من قوات الدفاع وهيستخدم كسلاح حي من غير ما يخلصوا عليه. في نفس الوقت ده هينو كان بيتلقى العلاج، والفريق لقوا الرسالة ان هينو خلاص اتعافى عنه وهيستمر في قوات الدفاع. ولما الفريق سمع الخبر ده فرحوا لهينو جدا، وهينو صحي والقائد كان جنبه واستقبله وقال له اخيرا صحيت، وطمنه ان هنا مش عشان يقاتله لا عشان يتناقش معاه.
وبمجرد ما صحي ولاحظ قال ان بقائه يعني انهم بيعتبروه بشر، لكن القائد رد ان القادة كانوا عايزين يتخلصوا منه، لكن هو اصر ان هو يبقي عليه ولسه لازم تثبت نفسك يا هينو. فهينو على طول وعده وقال له ان انا مش هثبت نفسي بس، لكن انا هبقى الافضل في قوات الدفاع. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الانمي. يا ريت لو عجبك الملخص تعمل لايك وتشترك في القناة. يلا سلام.